كلنا بندور دلوقتي على أفكار اقتصادية في الأكل والشرب علشان خاطر نقدر نعدي الفترة دي، وكمان نقدر نغذي ولادنا كويس جدا، وده اللي هتشوفيه في الفيديو ده إن شاء الله. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. ان شاء الله فيديو النهارده يكون مفيد جدا بالنسبه لكم، تاخدوا منه افكار كتير ان شاء الله يعني، واحنا ممكن نتبادل كمان مع بعض الافكار. ما تنسيش اللايك بتاعك بيفرق معايا في الفيديو، تعملي شير لو انت شايفه ان انت استفدتي اي معلومه ولو صغيره، ممكن غيرك يستفيد برضو بيها، وتبقي انت كده عملتي حاجه كويسه. يلا بينا بقى نبتدي على الفيديو وعلى الافكار بتاعتنا. اول حاجه لازم ندور شويه كده على الاماكن اللي ممكن نشتري منها رخيص. في اسواق بتكون اسواق كبيره، ممكن تكون بعيدة عننا شوية، بس لما نروحها هنوفر، لان احنا هنجيب حاجة مثلا حاجة تكفينا مثلا اسبوعين، تكفينا شهر، تكفينا حتى اسبوع، هتفرق معانا. اول حاجة جبت كيلو بانيه قسمته على 3 اطباق، احنا اسرة من 4 افراد. المهم في الموضوع اللي انا نفسي ينتشر جدا ما بيننا هو ان البروتين مش بالكمية بتاعته الكبيرة في الوجبة. اهم حاجة يكون الوجبة فيها بروتين، لكن كميته قد ايه؟ اقل كمية هتكون مظبوطة جدا. فانا عملت لكل حد فينا قطعتين يعني متوسطين، يعني هما مش صغيرين قوي ومش كبار في الوجبة الواحدة، وبالتالي كيلو بانيه هيكفينا 3 وجبات. ده كده بالنسبة للبانيه. جبت كمان دبابيس. الدبابيس دي بتفرق معايا جدا، ومع الولاد بعملها لهم زي كنتاكي كده، لانه انا زي ما انتم عارفين انا بتجنب ان انا اشتري ماكدونالدز وكنتاكي والكلام ده من سنين طويلة جدا. فانا بجيب واعمل في البيت، طبعا دوت انضف واوفر واحسن لصحة ولادنا، ونبقى ضامنين كل حاجة احنا بنعملها. وممكن اعملها قلي، وممكن اعملها بدون قلي في الفرن، وانا عملت الافكار دي كتير في الروتينات بتاعتي. وان شاء الله يعني انتوا لو عايزين ان انا اعيد تاني الحاجات اللي انا كنت عملتها في الفيديوهات القديمه واوريكم الطرق اللي انا دايما بعملها، اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعملها لكم. كل الحاجات اللي احنا بنقليها ممكن نعملها في الفرن عادي جدا. هو اي نعم الطعم بيكون مختلف شويه، لكن ده مش معناه ان هو يعني اقل جودة او مش حلو، لا هو بيبقى حلو، بس بيبقى مختلف للناس اللي متعودة دايما على المقلي. واول ما نتعود ان احنا ناكل حاجة في الاير فراير او في الفرن هتفرق معانا وهنتعود عليها. جبت 5 دبابيس، دول عاملين كانوا كيلو و100 جرام تقريبا، قسمتهم على طبقين. بصراحة لأن الوجبة دي أنا يعني الدبابيس جوزي مش بيحبها، فبالتالي أنا جبت وقسمتهم للأولاد بس. طبعا انا عشان اظبط الميزانيه وارضي الكل، حاولت ان انا اجيب كل حاجه سواء الولاد بيحبوها او جوزي بيحبها، واقسم وانسق الدنيا. طيب ندخل بقى على سمك القراميط. انا عارفه ان في ناس كتيره قوي اول ما بنقول لها كلمه قراميط بتفتكر القراميط اللي هي اللي لونها اسود، اللي بتتربى في المزارع اللي مش نظيفه، او بتتربى في المصارف. لكن انا حابه اوضح معلومه كده جديده، يا رب كده يعني تفرق معاكم، ان عشان تشتري قراميط تنفع تتاكل فعلا وتكون صحية وما يكونش فيها اي مشاكل خالص، وتكون متربية بطريقة نظيفة، هي القراميط اللي انا جايباها النهاردة دي. اولا هي لونها بتبقى فضي، والبطن بتبقى بيضة، ويعني من فوق فاضي والبطن بيضة، ولحمها زي ما انتم شايفين كده احمر، ولا هو بني ولا هو رمادي، لونه احمر، وطبعا شكلها واضح جدا. هي دي القراميط النظيفة، ودي سعرها كان الكيلو 50 جنيه. انا جبت كان كيلو ونص تقريبا. دوت سمك المكرونة. سمك المكرونة كان الكيلو عامل في معظم الأسواق عامل 120، أنا جبته ب90. طبعا علشان رحت سوق بعيد عني شوية، بس لما جبت مجموعة حاجات فرقت معايا. المكرونه، انا جوزي بيحب المكرونه جدا، ولذلك انا جبت له مخصوص وعملت له 3 اطباق على اساس انه 3 وجبات ليه هو لوحده، واحنا ده في الوقت اللي احنا بناكل فيه اكلات السمك اللي هو مش بياكلها. يعني جبت لكل حد الصنف بتاعه، وقسمت وظبطت الدنيا جدا، وادي برضو 3 وجبات ليه. نيجي بقى ندخل على المرجان. سمك المرجان طعمه جميل جدا، وكان سعره حلو قوي، كان عامل الكيلو 50 جنيه. فجبت 2 كيلو، وزي ما انتم شايفين قسمتهم على 4 أطباق علشان يكفوا 4 وجبات. وبكده انا بوضح لكم ازاي انا لما بجيب الحاجه على بعضها وبقسمها. الاطباق دي طبعا انا مش شارياها، ممكن تشتريها من عند الناس اللي هي بتبيع الأكياس وبتبيع المناديل، وبتبيع يعني بتبقى سعرها رخيص جدا. هتجيبي شوية وتقسمي عليهم كل أكلاتك، هتفرق معاكي جدا، وتبتدي تخزني
طبعا انا عشان عندي دي فريزر فانا جايبه الكميات دي هقدر اخزنها في الفريزر. لكن لو انت عندك الفريزر بتاع التلاجة بس ممكن تجيبي كميات اقل، بس انا بوديكي الفكره وانت تطبقي زي ما انت عايزه. ندخل بقى على الخضار. جبت كيلو خضار فاصوليا خضراء. نقيتها خضراء علشان انا هفرزها واحطها في الفريزر. ما ينفعش تبقى مصفرة، هي يمكن واضحة في الكاميرا ان هي مصفرة شوية، لكن هي كانت خضراء جدا، بس ده عشان الاضاءة كانت متسلطة عليها فمغيرة في لونها حبة، لكن هي كانت خضراء جدا. جبتها كان سعرها 15 جنيه، وابتديت اقطعها علشان افرزها في الاكياس الغلق الذاتي اللي انتوا دايما بتشوفوني كنت بجيبها في مشترياتي من السوبر ماركت. وكمان ممكن نجيبها برضو من عند نفس الراجل بتاع اللي هو بيبيع المناديل وبيبيع الفويل وبيبيع الحاجات دي. تمام، بتكون برضو على حسب الاسعار، انا لما بلاقي هنا ارخص او هنا ارخص على حسب بجيب. وجبت كمان كيلو بامية. كان البامية عاملة 30 جنيه، بدأت ترخص. أول ما نزلت كانت ب50، بعدين بقت ب45. في نفس اليوم اللي كانت في السوق عندي ب45 أنا رحت جبتها من سوق أبعد شوية، أبعد عني شوية. بذلت مجهود أكبر بس لقيتها أرخص، كانت ب30 جنيه بدل ب45 جنيه في السوق اللي جنب البيت. جبت كيلو الباميه. في جزء طبعا انا عملته في يومها، لان احنا بنحب الباميه جدا، ما ينفعش ابقى جايباها وما اعملش منها في نفس اليوم، والباقي قطعته زي ما انتم شايفين بالشكل ده علشان برضو هفرزها وهقسمها على اكياس بحيث ان انا اخد بالطلب. ونصيحة مني علشان ما تزملقش منك، خصوصا لو انت هتفرزيها، لازم بعد ما تغسليها كويس تصفيها من المية قبل ما تقطعيها، وتتأكدي ان هي اتصفت من ميتها كويس جدا، وبعدين تبتدي تقطعيها علشان ما تعملش الزلال اللي هي بتعمله وانت بتقطعي فيضايقك. وكمان بيبقى طعمها احلى بالطريقه دي. وادي كده عملت الفاصوليا على كيسين، بس انا مش شرط استخدم الكيس اللي انا عاملاه ده على مره واحده. بالنسبه للفاصوليا لا، يعني عادي ممكن استخدم نصه او جزء منه على حسب استهلاكي، لانه ده غلق ذاتي بقدر افتح واقفل براحتي. لكن البامية أنا قسمتها على كيسين من الأكياس العادية اللي هي زي أكياس السانشوات اللي هي بتتقفل بتتربط، لأن أنا الأكياس اللي بحط فيها البامية مش بستخدمها في أي حاجة تاني. وقسمت الكمية على قد طبخة أو على قد يوم. نيجي بقى على الكرنب. طبعا يعني الكرنب والمحشي ما نقدرش نستغنى عنه. جبت الكرنباية، حجمها كان كويس قوي، تعتبر بالنسبة لأسرتي حجم كبير. ف جبتها وقطعتها. هي كانت عاملة 10 جنيه، هي كانت أغلى من كده على فكرة، بس علشان كان آخر النهار والراجل كان آخر كام واحد عنده عاوز يعني يمشي وكده، فادهاني ب10 جنيه. فأنا حسيت إن هي لقطة قمت خدتها، لأن هي تعتبر كرومبة كبيرة. بصوا بعد ما قطعتها وسلقتها وقسمتها في العلب دي. العلب دي يا جماعة علب البلاستيك بتاعت الجبنة الرومي اللي احنا ساعات بنجيبها من السوبر ماركت. انا بعد ما بستخدم الجبنة الرومي بغسلها كويس جدا واشطفها وبستخدمها في الفريزر، بس بستخدمها مرة واحدة. ويعني بعد ما استخدم الحاجة اللي فيها خلاص برميها. يعني بجيب العلبة بستخدمها مرة واحدة كمان وبرميها، مش بخزنها فترات طويلة عندي. وعملوا لي زي ما انتم شفتوا كده 6 علب، يعني استخدموا 6 وجبات حلوة جدا. جبت كمان الورق العنب. جبت كيلو ورق عنب كان عامل 25 جنيه، وده برضو يعتبر كده بعد ما سعره رخص. كان في البداية كان نزل كان ب70، وبعدين نزل بقى ب60، بعدين بقى ب50. في الوقت اللي أنا اشتريت فيه كان عامل في السوق اللي جنبي كان 35 و30، لكن أنا جبته ب25. خلي بالكوا الخمسات والعشرات اللي بتفرق في كل صنف انت بتجيبيه، هو ده اللي بيفرق معاكي علشان تجيبي بقى بقيه متطلبات بيتك. ان جبن تجيبي رز، ان جبن تجيبي مكرونه، تجيبي جبن، تجيبي لبن، كل الكلام ده. الطريقة اللي أنا سلقت بيها ورق العنب مية طبعا مغلية وفيها كمون، وبدأت أسقط فيها الورق العنب بعد ما كنت غسلته أكتر من مرة عشان أنزل منه التراب. وبدأت أسقط وأطلع على طول، لأن أول ما بسقطه اللون بيغير على طول، فأقوم مطلعاه وحطاه في حلة تانية مية ساقعة بحيث ان هو ما يتهريش، عشان انا هخزنه في الديب فريزر، وبكده اقدر احافظ عليه لغايه حتى يعني لو سبته فتره كبيره. بس انا مش جايباه عشان اسيبه فتره كبيره، لا انا جايباه عشان استخدمه خلال مثلا الشهر ده والشهر الجاي، وممكن استخدمه في شهر واحد عادي جدا. احنا كلنا بنحب ورق العنب.
نيجي بقى للبن. اللبن ده بقى موضوع كبير جدا. اول معلومه انا نفسي اقولها لكم ان اللبن البقري مضر جدا بالصحه، وفيه مشاكل كتير جدا جدا جدا، مش هقدر اقولها لكم بالتفصيل دلوقتي، بس انتوا لو عملتوا سيرش على الفرق بين اللبن الجاموسي واللبن البقري هتلاقوا فيه فروقات كبيره جدا. فاللبن الجاموسي مش هنقول ان هو اصح لبن، هو احنا عارفين انه الالبان النباتيه اصح بكتير من الالبان الحيوانيه، لانه الجسم بيقدر يتعامل معاها بطريقه افضل. لكن احنا عارفين الالبان النباتيه غاليه جدا، وهبقى اكلمكم في الموضوع ده باستفاضه ان شاء الله الفتره الجايه، لان انا قريت عنه فتره كبيره. لكن انا هتكلم دلوقتي عن اللبن الجاموسي ان هو اصح من اللبن البقري. طيب ازاي نوفر ونجيب لبن جاموسي وهو غالي في عند كل بتوع اللبن؟ امان بتبيع اللبن الجاموسي رخيص جدا، بتبيع الكيلو ب12 ونص، هي عامله كيلو عليه كيلو هديه، يعني الاتنين كيلو ب25، وده سعر كويس. وطبعا اكشاك امان موجوده في كل حته، والعروض بتبقى في كل امان تقريبا. انا كمان جبت مشتريات من امان هقولها لكم ان شاء الله بالتفصيل، وفرت نص الثمن معايا في كل حاجه انا جبتها منها، هقولها لكم الفيديو الجاي ان شاء الله، انتظروني، وتاكدوا ان انتوا عاملين الاشعارات للكل عشان يجي لكم اي فيديوهات انا بنزلها اول ما انزلها على طول. لو استفدتي بمعلومه واحده من الفيديو ده اكتبي لي في الكومنتات انه فاتكم، واعملوا شير. باي باي.